المحاصيل الزراعية في أفريقيا بتحقق حاجتين مهمين جدا، هو الاكتفاء الذاتي والأغراض التجارية. الاكتفاء الذاتي يعني احتياجات القارة، أو الأغراض التجارية بقصد التجارة ونمو الاقتصاد. من المحاصيل الزراعية دي 4 أنواع. أول نوع هي الحبوب الغذائية، وأهم نوع من الحبوب الغذائية هي الذرة الرفيعة. ليه اكتسبت أهميتها دي؟ لأن نص الإنتاج العالمي بيأتي من أفريقيا، وأهميتها إن الإنسان والحيوان بيتغذوا عليها هما الاتنين. تاني نوع من أنواع المحاصيل الزراعية في أفريقيا هي المحاصيل الضرنية، يعني هي النباتات اللي بتنمو الثمرة بتاعتها في باطن الأرض، زي البطاطس زي البطاطا وهكذا. المحاصيل المشهورة جدا والمهمة في أفريقيا من النوع ده نبات اسمه الكثافة، وهو بيشبه للبطاطا. أفريقيا بتنتج منه نسبة قد إيه من الإنتاج العالمي؟ تلتين الإنتاج العالمي. والمحصول التاني نبات اسمه اليام، أفريقيا بتنتج منه 98% من الإنتاج العالمي. ده شبه إيه يا ترى النبات ده؟ يبقى شبه البطاطس. أهميتهم إيه يا ترى؟ أهميتهم إن هما الاتنين ممكن يطحنوا ويخبزوا كعيش أو خبز. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. محاصيل زراعية بإفريقيا بتحقق حاجتين: اكتفاء ذاتي، أغراض تجارية بتحقق الاتنين. محاصيل زراعية بإفريقيا بتحقق حاجتين. إن قلنا حبوب غذائية هنتكلم عن مين؟ نص إنتاج العالم يا ترى من مين؟ دور رفيع إنسان حيوان، دي غذاء للاتنين. محاصيل درانية استوائية دول هما اتنين. الكثافة واليام دول يشبهوا مين؟ الكثافة كالبطاطا ونسبتها تلتين، أما اليام كالبطاطس ده 98% من تاج العالم، وبيطحنوا وبيخبزوا كده هما الاتنين.